عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا نتكلم على المدرب القادم للمنتخب الجزائري بعد اعتذار كيروش على تدريب المنتخب الوطني الجزائري. هناك اسمان فقط بقيا، بيتسيرو مدرب نيجيريا، وأيضا بيتكوفيتش مدرب البوسني الذي يدرب سويسرا. من سيكون خليفة جمال بلماضي لا نعرف لحد الساعة هل هو بيتسيرو أم بيتكوفيتش. كيروش رسميا اعتذر على عدم تدريب المنتخب الجزائري. ربما هناك أشياء لا نعرفها على هذا المدرب، ربما مريض بالزهايمر أو مرض آخر. ربما سيكون هناك مدرب بيسيرو اللي ربما راح يكون الأقرب لتدريب المنتخب الجزائري، خاصة أنه أخذ قسط من الراحة، ذهب إلى البرتغال بعد كأس إفريقيا لأخذ قسط من الراحة، ثم سيفكر مليا هل سيبقى مع المنتخب النيجيري أم سيغادر المنتخب النيجيري. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني وأيضا رئيس الاتحادية وليد صادي في اختيار المدرب بسرعة، خاصة هناك دورة دولية ودية في شهر مارس ستنطلق. نتمنى المدرب يكون حاضر لكي يشاهد اللاعبين عن قرب ويكتشف بعض اللاعبين ربما في بطولتنا أو في البطولات الأخرى الأوروبية. هذا ما نتمناه. نتمنى التوفيق لوليد صادي في اختيار المدرب القادم الذي سيخلف جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية لمنتخبنا الوطني.